Audio Jungle. Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. كل رجب وانتم طيبين، عام سعيد عليكم يا رب، سنة جديدة بالفرح والهنا يا رب كده على كل المتابعين. كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى من الاكلات الشتوية اللي هنعملها مع بعض سلسلة كده، يعني هعمل لكم كذا اكلة الحلة الواحدة. معايا بقى الفول الحراتي، طبعا نازل في السوق بكمية كبيرة، فبنستغل بقى وقته ونجيبه وننضفه ونعمله بقى على سبانخ ونعمله على رز ليه كذا أكلة. فإن شاء الله هستغل بقى الفول الحراتي ونظبط مع بعض بإذن الله الأكلات بتاعة الفول الحراتي. هو الساعة بقى والشتا عايزين الأكلات اللي بتدفي دي. قدحت كوباية زيت ونزلت بقطعة البصل حتت صغننة كده. عايز تعمليه بالمشرب براحتك، بس انا بحب اقطعها على ايديا او في الكبه تبع ما انت عاوزه. كوبايه زيت وعملت عليها مثلا بصلتين. انا بحب اكتر الفول الحراتي اكتر من الرز، يعني الرز بيبقى اقل والفول الحراتي تبع برضه كميتك وبيتك. يعني مثلا لو هتعملي كوبايتين رز مثلا عليهم كيلو فول حراتي 2 كيلو لو انت بتحبي اكتر تبع ما انت عاوزه. انا عامه بحب الفول بيبقى اكتر شويه من الرز. بزود في الفول عشان ما يبقى بتستفادي من القيمه الغذائيه بتاعته. هنا قعدت بقى اقلب في البصله لحد ما اصفرت مني كده. هون لازم تخليها اللون البني، تحط معلقه سكر مع البصله هتخليها توصلك اللون دون. اللون ده هو اللي انا محتاجاه. لو كترت في اللون شويه يعني سويتها شويه ممكن تتحرق منك. انت لازم تكوني مجهزه الفول جنبك او كوبايه ميه جنبك عشان البصله ما تتحرقش منك. ده اهم حاجه بقول للمبتدئين والبنات اللي لسه اول مره يعملوه. حطي كوبايه ميه جنبك، الفول جنبك، اي حاجه جهزيه عشان مجرد ما البصله بتستوي بسرعه تتحمر بسرعه. وما تسيبيش ايدك من البصله. اهم حاجه تفضلي ايدك في البصله. لو انت رحت في اي مكان وسبت البصله ممكن تحرق في 5 دقايق. لازم ايديك تكون في البصله. تقلبها تقلبتين تلاقيها تحمر معاكي في ثواني، تديك اللون الذهبي بتاعها. وتحط حبه سكر بيكرملوا في ساعتها البصل ويديك اللون الحلو ده. هننزل بمعلقه فلفل اسود. انا بحب الفلفل الاسود في الاكله دي يا جماعه. وربع نص معلقه كمون او ربع معلقه للي ما يحبش الكمون في الاكله دي. في ناس كتير في بلد يعني كذا بلد ما بيحبوش الكمون في الرز والفول، بس انا بحبه تبع يعني ما يعني اهالينا زمان امهاتنا زمان كانوا بيحطوا الكمون. فعايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك، بس هو الاساسي الفلفل والملح. عايز عندك 2 مكعب مرقه هيخلوه طعمه حلو قوي. بقلب بقى البصله مع البهارات مع الفول والحاجات دي. الفول طبعا بياخد تقريبا سوي بتاع ساعه عشان الفول عامل زي اللحمه بياخد سوي شويه. انت برضك تفضلي تمر عليه تتغطيه انا نزلت عليه بالميه، غطيته بالميه يا دوبك تغطي الميه عليه وتسيبيه بقى مع البهارات ومع المرقه مع الزيت بتاعه مع كل الحاجات دي وتسيبيه بقى على النار شويه. ومن وقت للتاني يعني بعد ربع ساعه كده تيجي نص ساعه كده تلاقيه بدأ يدخل في السويه. انا كل شويه بمر عليه وقطعت فيه طماطميه عشان تديني لون الرز الحلو. عندك فلفل طويل سبايسي او عادي حطي برضك فيه مش هتقول لا. نزلت بالرز بعد طبعا ما الفول استوى نهائي. يعني ما تنزليش الرز لما الفول يستوى، تمسكي الفوليه كده وتجسيها بايدك هتلاقيها تستوى. بعد نص ساعه طبعا هو لسه جاي طالع جديد وبشاير ممكن يكون مثلا ايه يستوى بسرعه. لو انت بقى تخزنيه وقديم عندك ممكن ياخد سويه شويه. انت برضك رايحه جايه تمر عليه كل ربع ساعه كده وتشوفي سويه. لا تستوى خالص تنزلي عليه الايه الرز. الرز طبعا يا دوبك عقله كده ما بين الرز والميه عشان تظبطي المقدار. ما تكتريش ميه قوي عشان ولا يسيح منك، وما تقللش ميه عشان ما يفلفلش منك. يعني الميه في المعقول، انت تحطي قدر من الميه بسيط وتقلبي. لو حاسه اللي هو عايز ياخد حبه ميه يعني انتوا اللي شايفه الحاجه وعاملاها. غرفنا هو قاعد على النار بعد الرز ما فيش ربع ساعه. هو اهم حاجه سوي الفول. ماسكه لك الفوليه بقول لك تجسيها كده هتتلاقيها زبده. جربي الطريقه دي تحفه تحفه تحفه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لقمه جميله لاولادك سخنه، تدفيكي في الشتاء، ما تقفيش كتير في المطبخ. هي دي الاكله الحله الواحده مع طبق سلطه حلو، مع عايزه تعملي برنجان جنبه مفيش مشكله، البرنجان المدقلج الطويل. عايزه تعملي بقى معانا البصل الاخضر، الايام دي برضه جميل جدا في السوق. وعامله بصل بالخل والليمون وملح، بنقعه كده قبل الاكله بنص ساعه، بيخلي البصل طبعا ما يعملش يعني ريحه جامده، وفي نفس الوقت تاكلي منه براحتك بالخل والليمون وملح. ما شاء الله. بص الرزايه سايحه، ولا سايحه ولا مفلفله، يعني في المظبوط. وطبق السلطه و اللهم بارك. والبصل الاخضر، الاكلات دي بتبقى اكلات الشتويه الممتعه في الشتاء بصراحه، دي اللي بتدفي ولادك واكله سريعه.